الساعة كام؟ على شغل. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في الحقيقة. ايه ده؟ هي الساعة 11 بجد؟ يعني 11 بجد؟ انا كده هتأخر. استغفر الله العظيم يا رب. هتأخر كده. طيب، يلا نلبس بسرعة. بسرعة أوي 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 أوي. شوية كيك بوكس. يلا نلبس بقى بسرعة 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 بسرعة. جيت ريدي ويز مي بسرعة. وكوتش يلعب. استعنا على الشعب الله. اجري 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 اجري. بس وصلنا. السلام عليكم، معكم سحس من قناة سحس تيوب، والنهاردة جاي أكلمك عن دورة الراجل في الحياة. ده ملوش أي علاقة باللبس اللي أنا لابسه ولا المكان اللي أنا فيه، عادي يعني. أوكي، فدورة الراجل المصري بالتحديد، لو أنت أو شاب. بص، أنا هتكلم عن نفسي أنا. أوكي، مثلا أنا دلوقتي أخلص دراسة على 27 سنة كده مثلا. أوكي، هو مخلص دراسة وجيش تقريبا. ماشي، فانت اول 27 سنة من حياتك اللي هم شبابك مش بتوعك، الا لو انت بقى اجتهدت واشتغلت، فتحت مشروعك او معاك مهنة صنعة، فده حاجة تانية. انا بتكلم على اللي مركز في الدراسة زي حالاتي. مبدئيا انت ما استفدتش من الدراسة وضيعت 27 سنة من عمرك ما عملتش فيهم حاجة. انا لسه يعني لحد دلوقتي مضيع 18 سنة بس، لسه الباقي 8 او 9 سنين بس، فتمام، فاضل لي 9 سنين لسه ضايعهم. تاني حاجة، او بعد ما خلصت بقى 27 سنة من حياتك دول، تيجي بقى تكون نفسك. مش هتتجوز اكيد وانت لسه مخلص دراسة ومعكش فلوس، فتكون نفسك بقى محتاج لك 2 3 مليون تتجوز بيهم، شقة من غير عربية، نص العفش وحاجات كده كده. ماشي، في الاخر هتسكن في عين شمس جنبي يعني مش هتروح مثلا حتة حلوة محترمة، الشروق، الرحاب، مدينتي والكلام التافه ده. ماشي، بعد كده هتكون نفسك في قد ايه؟ مثلا اكيد مش 3 سنين الباقيين، يعني 5 سنين مثلا. ماشي، فبقى عندك 32 سنة. انت مش شبابك بس راح، حاجات كتير اوي راح. فبعد كده يا عم اتجوزت وانت عندك 32 سنة، ابنك بقى هيجي وانت عندك 33 سنة. ده فرق كام جيل؟ 3، فده كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. لا لسه. فرق 3 أجيال بحالهم. لا يا عم، ده كده الموضوع كبر مننا خالص، فهنكمل يا عم. تعال نكمل. ماشي، انت بقى عندك 33 سنة فاضي تربي، يعني هل هتبقى مستحمل 33 سنة؟ ده رقم يا ده بره مصر بيستعد للحياة الأخرى يعني، فاهم؟ ما علينا. فبقى عندك 33 سنة، هتربي بقى، أكل وتشرب وتروح الشغل تجيب فلوس، ترجع من الشغل تاكل وتنام، وتصحى تاني يوم تروح الشغل تجيب فلوس، او ترجع تاكل وتنام، وتفضل كده على طول في الدايرة دي. هي دي دورة بقى حياة الراجل. يعني ده ملخص الفيديو، ان انت بتروح الشغل، الشركة مثلا 7 الصبح، ترجع تاكل وتنام، تقعد شوية ساعتين كده بالحب، والموضوع يبقى زي الفل معاك. لو جيت تفرح اسبوع بقى، اسبوع المصيف ده، لا تفرح اسبوع، 10 ايام بالكتير قوي في السنه كلها بتاعت المصيف، وخلاص على كده دي الاجازه بتاعتك خلصت، وده الانبساط بتاعك في السنه، وخلاص شكرا على كده. السنه اللي بعدها بقى تستنى ال10 ايام اللي بعدهم لو عايز تتفسح وتخرج وكده. ماشي، انا ما بتكلمش على الاعياد، بتكلم ان انت عشان تبقى واخد راحتك النفسيه في اسبوع 10 ايام، فده بيحصل مره واحده بس في السنه. بعد كده تودع بقى وابنك يكبر ويدرس
واشتغل ويتجوز، يشتغل تاني، يخلف ويشتغل تاني، يكبر بقى الواد ويشتغل تاني، وهكذا. يعني احنا كرجالة محصورين في الدراسة لحد ما نخلص الشغل، ماشي، عشان نصرف على اللي في البيت، عشان نكبر عيالنا الرجالة اللي هيعملوا نفس الكلام، وخلاص على كده. هي دي الحياة، مع بقى شوية، او اللي بيعرف يستغلها ياخد ثواب بقى، يجمع حسنات عشان لما يخش الجنة في الآخرة. فتحس ان الدنيا دي كلها شغل وتعب، حط العبادة في النص عشان تبقى بيرفكت. بس كده. ستات بقى غيرنا في ان هم ياخدوا شوية دلع، ممكن ما يشتغلوش عادي، يفضلوا قاعدين في البيت يتفسحوا بس كده مع بعض وخلاص. فيعني في شوية رفاهية، احنا ما عندناش الرفاهية دي، احنا عندنا جيش. فحاول لو اشتغلت على نفسك بقى، نيجي للجانب الآخر، لو اشتغلت على نفسك وبقى عندك صنعة أو مهنة بتشتغل بيها، إن أنت مدير نفسك، ماشي، هتلاقي عندك الوقت اللي أنت عايزه تديه لنفسك، تعين حد يشوف لك شغلك، فأنت تاخد راحتك على الآخر خالص، تبقى قاعد في البيت ملك. ايه تاني، عقبال ما توصل اصلا ل 27 سنه تكون متجوز مثلا، فده يديك حريه اكتر، او هيطول معاك الدنيا، او هيأثر، انا مش عارف. بس يعني هتلاقي في تغيير كبير قوي، ان انت تدرس الاول، بعد كده تشتغل، تكون نفسك، بعد كده تخطب وتتجوز وتخلف وتكبر وكده. ده باختصار جدا دورة حياة الراجل، والست اتكلمت عليها كده في نص دقيقة. يعني انا شايف ان الدنيا دي مش بتاعتنا فعلا، وبصلها من الناحية اللي انا بقولك عليها دي، هتلاقي ان ايه يا عم، طز في الدنيا يا عم، انا هعمل لاخرتي عشان ابقى مرتاح خالص بقى، فاهم؟ يعني انت واخد الحياة تعب 10 دقايق راحة، ساعتين 3، اسبوع يا عم راحة، رفع عن نفسك كده عشان مش عارف ايه، وبعد كده تكمل تعب. هو انا تهت في الموضوع، بس يعني تقريبا انت فهمت صح؟ بس كده الموضوع خلص. حاول تشتغل على نفسك عشان ترتاح فعلا، يعني ده كلام بجد. اتعب دلوقتي هترتاح بعدين، بس تتعب بقى في الحاجات اللي ليها علاقة بمستقبلك، تتعب في شغلك، تتعب في ان يبقى ليك حاجة بتاعتك، والحاجة دي بقى هي اللي تريحك، فاهم؟ يعني انت لما تبقى صاحب شغل، شركة، تتعين مدير للشركة ونائب مدير، وانت قاعد في البيت نايم، بيجي لك مرتبك، تشغل ناس تانية، اللي هي الناس بقى اللي بتصحى من الساعة 7 تروح الشغل، تشتغل، مش عارف ايه كده، فاهم؟ لازم الاجتهاد ده، عشان انت لو ما تعبتش فانت مش مميز عن الناس اللي بتصحى الساعة 7 دي، فاهم؟ فلازم يبقى فيه تميز عندك واجتهاد، حاجة تستحق عشانها فعلا تفتح الشركة، ما تبقاش من الناس اللي بتروح الشركة. بس هو ده كل الحوار، وهو ده كل الموضوع، وكده يبقى الفيديو خلص. و thank you for watching and I will، لا فكك من I will، انا مبسوط ان انا بقالي حبة ملتزم باليوتيوب، وان شاء الله التزم اكتر واكتر، عشان حاطة اولوية جامدة من اهداف السنة دي. فان شاء الله يعني الدنيا تظبط. ولو فتحت شركة خليك، يعني هقول لك ازاي بقى تعمل شركة زي، اوكي؟ ادعي لي ان انا افتح شركة عشان اقول لك ازاي تعملها، تفتح شركة انت كمان، بدل ما تيجي تشتغل عندي الساعة 7 الصبح، يعني هيبقى حوار، فاهم؟ بس يلا جود باي، thank you for watching and I don't know when I uploading a new video، بس سيبها على الله، اشوفك الفيديو الجاي، وجود باي.